ما انتيش هتشتريه من بره تاني. تعالوا نعمل البقسماط المتبل البيتي بحاجة متوفرة في كل بيت اليومين دول. عايزة قبل ما ابدأ اشكركم على تفاعلكم وكومنتاتكم الجميلة وارائكم على التطبيقات بتاعتي، الحلاوة الطحينية والزبدة والطحينة والرز بلبن. يلا بقى نعمله في البيت علشان طريقته سهلة وبسيطة، وكلنا بندي لأولادنا السندوتشات بيرجعوا بنصها أو بواحد أو بكلها والله بصراحة. لايك بقى وشير وسبسكرايب لوصفتك مع أسماء عشان قناتنا تكبر بيكم. أول حاجة هتجيبي بقى بواقي الأسبوع كلها من العيش الفينو. قدامك حاجتين، هتحطيها في صينية كبيرة كده وتحطيها في الشمس، بس لازم تكوني واقفة معاها كده ساعة ولا حاجة علشان ما يكونش عليها دبان او اي حشرات او اي حاجة طايرة في الجو. ساعة وتدخليها، وتاني يوم برضو ساعة وتدخليها. لو البلكونة بتاعتك مش بتجيب شمس يبقى هترصيه في صينية فرن وتدخليه الفرن على درجة حرارة 180 ربع ساعة بالظبط، مش اكتر من كده. يلا بقى بينا نحضر الكبة بتاعتنا ونفرم العيش علشان نعمل البقسماط المتبل في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وبجد مش هتشتريه تاني من بره. وعايزة اقول لكم قرمشته رهيبة لما نعمله في البانيه والاستريبس عن بره بمراحل. انا عاوزاه بودر بالشكل ده يا بنات، يكون ناعم جدا بالشكل ده. بعد كده كل العيش الفينو عمل معايا الكمية دي كلها. الكمية دي عملت معايا نص كيلو من البقسماط. نشوف بقى لكل نص كيلو التوابل بتاعتنا ايه علشان لو هتضعفي الكمية. لكل نص كيلو من البقسماط البيتي هتحطي معلقة صغيرة هرمية من البصل البودر والثوم البودر والبابريكا المدخنة او البابريكا العادية وفلفل اسود وملح، وهنقلبه كويس قوي. شوفي بقى يا ست الكل هيبقى طعمه عامل ازاي بين البيت وبين بره. هتعملي بقى بيه الاستريبس والبانيه والقرنبيط، كل حاجة دخليها فيها بصراحة. الكفتة حطي بقى معلقتين في الكفتة ودوقي بقى من ايديكي احلى تتبيلة كفتة. ويلا بقى نحطه في المنظم بتاعنا وهيفضل معانا من الشهر للشهر. وبكده يكون الفيديو بتاعي عجبكم وان شاء الله هتجربوه هتعجبكم، واستنوني في وصفات جاية كتير.